السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده معانا وصفة جديدة واكلة جديدة سهلة ولذيذة ان شاء الله. معانا هي قطع الفراخ الستريبس. دلوقتي هنبدأ معانا بخطوات وصفتنا. معانا صدور فراخ مغسولة كويس بالدقيق والملح والليمون، وصفيناها كويس وكمان بننشفها كويس بمناديل المطبخ عشان نتأكد ان هي مفيهاش اي مية تماما. وهنقطعها قطع متوسطة عشان تستوي معانا بسرعة ان شاء الله. تبقى قطع بالحجم اللي احنا شايفينه في الصورة عندنا دلوقتي. وبعد ما قطعنا الفراخ كده هنجهز خليط الدقيق اللي هنتبل فيه الفراخ وهنعمل منه الكفر. دلوقتي معانا كيلو دقيق، عليه 3 معالق نشا كبار، عليه معلقة ملح متوسطة، ومعلقة فلفل اسود صغيرة، ومعانا معلقة بيكنج باودر كبيرة، ومعانا 3 معالق بهارات كنتاكي بتتجاب من عند العطار، ومعانا معلقة بابريكا صغيرة، ومعانا معلقة جنزبيل، ومعلقة بودرة ثوم صغيرة، وبودرة بصل، وهنقلب الخليط كويس جدا لحد ما تمتزج التوابل بالدقيق. دلوقتي هنجيب نعمل التتبيله اللي هبات فيها الفراخ. هناخد كوبايه من الخليط اللي احنا عملناه، حط عليها كوبايه ميه ساقعه، بس طبعا مش هناخد كوبايه الميه كلها مره واحده، هنحطها بالتدريج لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. مش عايزين القوام يبقى تقيل جدا ولا خفيف. هناخد معايا كوبايه الميه الا بق ميه صغير، وهنحط الفراخ فيها ونقلبها كويس. الفراخ تشرب من التتبيله كلها، وهنغطيها كويس ونغلفها ونحطها تبات ليله في التلاجة. تاني يوم بقى هنعمل الوصفه بتاعتنا نكملها. الدقيق اللي انا عملته ده الخليط انا بحطه في علبه في التلاجة وبستخدم منه على قد الحاجه. هنعمل طريقه سهله ولذيذه دلوقتي ان احنا نغلف الفراخ. هنجيب كيس سندوتشات، هنحط فيه كميه من الدقيق، كميه صغيره، وهنحط عليها قطع الفراخ، وهنقلبهم مع بعض في الكيس. الطريقة دي بتسهل علينا وقت ومجهود وبتوفر لنا في كمية الدقيق. لما بنعمل قطعة قطعة بنستهلك دقيق اكتر وبتاخد مننا وقت، لكن كده احنا استهلكنا وقت وعملنا كذا قطعة فراخ في وقت واحد. وهنعمله زي ما احنا شايفين كده، احنا بس بنقفل الكيس كده من غير ما نربطه، ونوجههم كويس ان هما يتغلفوا كل الفراخ تشرب من الدقيق وتاخد كفر. وزي ما احنا شايفين كده الفراخ كلها اتغلفت. هوريكم دلوقتي قطع الفراخ طالعه زي متغلفه وما خدتش وقت مننا.
زي ما انتوا شايفين اهو. بس كل القطع طالعة متغلفة. هنجهز معانا طبق فيها زيت على النار، زيت سخن، اهم حاجة يكون سخن والنار تبقى عالية. هضع فيها قطع الفراخ لغاية ما تاخد لون، وبعد كده نقلبها على الوش التاني. شايفين معاها زيت سخن ازاي؟ عشان لو الزيت بارد الكفر هيفك معانا. اهو في قطع احمر منها الوش، هنقلبها على الوش التاني. اهي بدأت تحمر، بصوا عاملة ازاي، شكلها جميلة وتبقى سهلة معانا جدا. كل اولادنا بيحبوها. طبعا ممكن تتقدم ممكن تعمل سندوتشات، ممكن تتقدم مع أرز ريزو وصوص زي ما انا عاملة كده. ولو عايزين طريقة الرز والصوص هنزلها لكم. واكلة سهلة وجميلة كل ولادنا بيحبوها. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد.